اهلا بحضراتكم. التنويم المغناطيسي ده عباره عن حاله من انخفاض الوعي، وبيتوصل فيها الشخص مع حاله من انخفاض الوعي وتضييق المدركات اللي داخله للشخص، فبيبتدي يسترخي تماما ويتواصل مع الايحاء اللي بيقوله له الشخص اللي بينيمه، ويتواصل مع العقل اللاواعي بتاعه. اول حد اكتشفه كان المصريين القدماء، وكانوا الكهنه بيعملوه وبينيموا الناس علشان يوحوا لهم بان هو على ترانيم هاديه، علشان يوحوا لهم باختفاء الاعراض المرضيه. هل ده وسيله علاجيه ناجحه؟ هي الحقيقه بعض الناس بتستعملها، بس بتؤدي لحدوث ظهور الاعراض بعد فتره طبعا، لان هو بيبقى مجرد اختفاء وقتي بس للاعراض. في المرحله بتاعه التنويم هنلاقي ان الشخص اللي بينام عن طريق استرخاء كامل في مكان مظلم، بنحاول نقلل فيه على قد ما يقدر المدركات، بيستجيب لمثير منتظم بحيث ان هو يقدر يسترخي تماما ويتخلى عن كل قلقه. 30% من الاشخاص عندهم استعداد متوسط لان هم يناموا، لكن 10% ما عندهمش استعداد خالص ان هم يناموا، و60% بيبقى استعدادهم حسب قدرتهم على التخلي عن القلق. بيعتبر التنويم اسهل جدا في الاطفال الصغيرين، لان العقل الناقد عندهم بيكون لسه مش متمكن وما نضجش بالكامل، فبيكون التنويم هنا اسهل. هل يستطيع الشخص المنوم ان هو يعمل حاجات خارقه او حاجات غريبه؟ لا طبعا، لان هو بيعمل حاجات بسيطه بناء على الاوامر اللي بتصدر له من الشخص اللي بينيمه. طب هل يستطيع الشخص اللي بينيم ده ان هو يطلب منه زي ما بيجي في الافلام انه يقوم يقتل او ان هو يعمل جريمه او حاجه من كده؟ لا، هو ما يقدرش، لان العقل اللاواعي بتاع الشخص النايم بيحميه من انه يتاذي او من انه يعمل حاجه خارجه عن اللي يقبلها ضمير هذا الشخص. طيب، هل التنويم المغناطيسي اسمه صح؟ هو مش تنويم، هو مش حاله من النوم، هو حاله من تشبه الانشقاق او حاله من انشقاق الوعي، مش النوم الكامل، لان رسم المخ للشخص المنوم بيختلف تماما عن رسم المخ للشخص اللي نايم فعلا في نوم طبيعي. وفي نفس الوقت هذا الشخص المنوم بيبتدي يستقبل من الحواس بتاعته بس بصوت الشخص اللي بينيمه بس. طيب، هل يستطيع برضو الشخص المنوم زي ما بيجي كده في السيرك ان احنا نقول له اعرف لي الورقه اللي في جيب فلان فيها ايه؟ لا، ما يقدرش الحقيقه يعرف الغيب، لان هو مجرد ايحاء ذاتي، هو بينام عن طريق الايحاء الذاتي، يعني هو بيسترخي تماما بس هو اللي بينيم نفسه بالايحاء بتاعه. كل ما الشخص نام مغناطيسيا اكتر وكان من الناس اللي عندها قابليه للايحاء وان هو ينام مغناطيسي، كل ما الموضوع ده هيتكرر اكتر وهيبقى اسهل كل مره ان هو ينام مغناطيسيا اكتر. ساعات ليه بيحصل التنويم المغناطيسي؟ بيحصل التنويم المغناطيسي لان المخ ما يقدرش يميز قوي بين الحاجه الحقيقيه والحاجه الخياليه اللي بيتعرض لها. يعني احنا لو تخيلنا طعم عصير او طعم حاجه على لساننا وركزنا قوي وابتدينا نسترخي تماما، هنلاقي ان احنا حاسين فعلا بالطعم ده في بقنا، لان وكانه حقيقي، مع ان هو طبعا مش حقيقي، ده تخيل بس، لكن المخ ما بيقدرش يفرق بين الاثارتين دي. اول حد اكتشفوا كانوا احنا قلنا في الاول كانوا المصريين القدماء، وبعد كده في القرن ال18 جه عالم أنتون ميزمر وابتدى يدخله في العلاج النفسي ويستعمله. سماه مغناطيسي الحقيقه لانه كان بيتخيل ان في سائل مغناطيسي بيتنقل من الشخص اللي بينيم للشخص اللي نايم، وبالتالي يستطيع ان هو ينيمه. فساعتها كان بيظن ان بعض الاشخاص عندهم القدره الخاصه على انه ينيم مغناطيسي، زي ما بيحصل كده ان في ساحر فلان او حاجه، لكن ده مش حقيقي الحقيقه، لان هو حاله من الايحاء الذاتي. الشخص اللي بينام هو اللي بيوحي لنفسه ذاتيا ان هو بينام، فبيبتدي يتواصل مع عقله اللاواعي. خلال المرحله دي طبعا هي في العلاج ما هياش ناجحه قوي وما هياش مستمره، تاثيرها العلاجي مش مستمر، لان احنا بنوحي له بس باختفاء الاعراض او باختفاء هذه الذكريات المؤلمه، لكن بعد شويه الاعراض ممكن تظهر تاني مع الضغوط الحياتيه وترجع تاني من جديد وكأن شيئا لم يكن.